لو معاك كل ملايين الدنيا وصلت لكل اللي نفسك فيه في حياتك بس مش مبسوط، يبقى انت ما كسبتش حاجه. النهارده هقول لك على 7 حاجات ممكن تعملهم عشان تزود سعادتك وانبساطك في الحياه. رقم 1 وممكن تستغرب شويه وانت بتسمعها، وهي انك تخلي ليك مواعيد نوم وصحيان ثابته كل يوم. ايا كان ميعاد نومك 10 بالليل ولا 6 الصبح، المهم ان يبقى ليك مواعيد ثابته بتنام وتصحى فيها كل يوم. والاهم بقى انك تنام عدد ساعات كافي، يعني مش اقل من 7 ساعات في اليوم. انت ممكن تكون مش عارف قيمه الموضوع ده، بس صدقني جوده نومك ليها تاثير ضخم على جوده يومك. يعني لو نايم كويس وصاحي براحتك هتلاقي مودك حلو طول اليوم، وهتلاقي نفسك فايق ومصحصح وعارف تركز في اي حاجه. لكن لو نايم 4 ساعات وصاحي بمنبه هتلاقي نفسك مقريف طول اليوم ومش طايق دبان وشك، ومش هتعرف تركز اصلا في اي حاجه بتعملها، فالدنيا هتبوظ منك وتتضايق اكتر، وهكذا. اهتم بنومك شويه وحاول تنام في اوضه ضلمه بعيد عن الموبايل، وهتلاقي جوده حياتك كلها بقت احسن بكتير. رقم 2 اقطع العلاقات اللي بتضايقك. وانا مش محتاج اقول لك انهي علاقات بالظبط، لان كلهم جم في بالك دلوقتي وانا بتكلم. اي حد علاقتك بيه متعبه، بتبقى مخنوق وانت بتكلمه ومش مبسوط، او لما بتقابله بترجع وحالتك النفسيه اسوأ من قبل ما تشوفه. اي حد بيقلل منك لما بتحكي عن حاجه عملتها او حاجه عايز تعملها. لو عايز تبقى مبسوط، الناس دي ملهاش مكان في حياتك، حتى لو قريبين منك، حتى لو بتحبهم، لان لو هما كمان بيحبوك هيبقوا حريصين جدا انهم ما ينكدوش عليك. خطوه ممكن تبان صعبه بالذات لو كتير من صحابك كده، بس صدقني النتيجه كويسه جدا وهترتاح نفسيا قوي بعد ما تعملها. رقم 3 دور على الدافع بتاعك في الحياه، دور على الموتيفيشن بتاعك. اعرف ايه السبب اللي بيخليك تقوم من على السرير كل يوم، ولو ما عندكش سبب زي ده اخلق لنفسك سبب. الحياه من غير دافع او هدف حياه تعيسه، لان اي حاجه بتعملها ملهاش معنى. لو بتعمل كل حاجه في حياتك عشان روتين اتعودت عليه، مش عشان انت فعلا عايز تعملها، مش عشان ليها قيمه بالنسبه لك، ازاي عايز تبقى سعيد؟ وبما اننا جبنا سيره الروتين، فرابع حاجه ممكن تعملها عشان تزود سعادتك هي انك تعمل لنفسك روتين. زي ما الروتينيه التامه مش كويسه، برضو العشوائيه التامه مش كويسه. لازم جزء من يومك يبقى مكون من افعال روتينيه بتعملها بانتظام كل يوم، افعال بتديك فايده صغيره 1% زياده كل يوم. مع الوقت الفايده دي بتتراكم وبتخلي حياتك احسن عن طريق حاجه صغيره جدا بس بتعملها كل يوم بانتظام. قبل ما اكمل بفكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي فيديو جديد. رقم 5 قلل بقدر الامكان وجود السوشيال ميديا في حياتك. مش بقول لك اقفل كل السوشيال ميديا، انا مش شايف ان السوشيال ميديا شيطان بالقدر اللي الناس بتتكلم عنه. انا بقول لك حدد لها وقت ومساحه، وما تخليهاش تاخد اكبر من المساحه دي في حياتك، بالذات لو انت شخص بيتضايق او يحبط لما يشوف الانجازات الوهميه اللي الناس بتنزلها على النت. يعني لو انت بتسكرول ساعه كل يوم على انستجرام وتشوف العربيات والفنادق والمصايف والعضلات وتحبط وتحس بالنقص وتتضايق من حياتك، يبقى لازم تقفل الانستجرام خالص، لانك كده عمرك ما هتتبسط مهما عملت. لان اي حاجه هتحققها او تعملها في حياتك اكيد في حد عملها احسن منك، اكيد هتلاقي حد واصل لاعلى منك فيها، بالذات لما يكون اللي انت شايفه هو وش القفص اللي بينزله لك على السوشيال ميديا. رقم 6 اختار عاده سلبيه واحده بس في حياتك وبطلها. مش عايزك تشقلب حياتك، انا عايزك تختار عاده واحده بس. العاده دي ممكن تكون التدخين او الاكل من بره، او انك بترمي هدومك على السرير لما تروح متاخر، او اي حاجه تانية انت عارف ان هي بتضر جوده حياتك. انت عارف كويس ايه اللي بيضايقك، بس ركز معايا، امسك عاده واحده بس وركز عليها لحد ما تبطلها خالص وما تشتتش نفسك. رقم 7 اعمل حاجه تخليك تضحك كل يوم. الحاجه دي ممكن تبقى مسلسل كوميدي او قصه مضحكه او مكالمه مع صاحبك اللي بتهزروا مع بعض كتير، ممكن حتى تبقى فيديو 10 دقايق كوميدي على يوتيوب. ما تخليش اي يوم يعدي من غير ما تضحك فيه، لان الضحك ليه علاقه طرديه بهرمونات السعاده في جسمك. حاول تضحك. رقم 8 جرب هوايه جديده. في اكتر من 100 هوايه ممكن تجربهم، ما بين العاب رياضيه او موهبه ممكن تنميها زي الرسم او الكتابه او زي صيد السمك او التصوير او حتى جمع الاحجار الكريمه. اختار هوايه انت فعلا بتحبها وبتبقى مبسوط وانت بتعملها. ولو مش عارف تبدا منين، ممكن تشوف الفيديو ده اللي بقترح لك فيه هوايات كتير مناسبه لاي راجل، ممكن تجرب منهم 2 أو 3. لايك للفيديو لو استفدت اي حاجه، وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.